هو مين اللي ارشدك على ايمن الظواهري من اصله؟ واحد اسمه محمد سالم الرحال، صديقي، مؤسس تنظيم الجهاد الاسلامي اللي في فلسطين. كويس. هو كان بيدرس هنا في الازهر، وهو معاه ماجستير من الازهر، وانا كنت صديقه. كويس. وبعدين انا كنت بتناقش مع، انا خريج دار علوم، خريج كليه دار علوم يعني. فكنت بناقش بتوع التكفير، كنت في اسكندريه بناقش بتوع التكفير وبردهم عن اللي هم فيه، اللي هي التكفير والهجره يعني. ايوه. فضربوني بالسيوف. التكفير والهجره دول اللي قتلوا الشيخ الذهبي. مش كده؟ ضربوني انا، كذا واحد منهم رجع يعني، رجع عن الفكر يعني. انا خريج دار علوم وكنت شاطر يعني. فكذا واحد منهم رجع، فجم قالوا لي انت تسيب اسكندريه وتمشي، حصل مننا مشكله ضربوني. فانا اتعورت، فهو خدني وداني للدكتور ايمن يعالجني، ايمن جراح اصلا. ودي البدايه يعني. اتعرفت على ايمن الظواهري عن طريق محمد سالم الرحال. اتفضل يا فندم. وبعدين؟ ومن ساعتها بقى ارتبطنا ببعض كده، وهو بقى راح افغانستان مع نقابه الاطباء وانا رحت معاه.